الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه فهو الحكيم الخبير الذي يعلم أعمال العباد ويجري عليهم المقادير. سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. في السماء مملكته وفي الأرض عظمته وفي البحر قدرته. خلق الخلق بعلمه فقدر لهم أقدارا وكتب لهم آجالا. خلقهم فأحصاهم عددا وكتب جميع أعمالهم فلم يغادر منهم أحدا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ملكه ولا منازع له في حكمه. بيده الخير يحيي ويميت وهو حي لا يموت. يا واحدا في ملكه ما له ثاني. يا من إذا قلت يا مولاي لباني. أعصاك تسترني أنساك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. ونشهد أن سيدنا وأستاذنا وقدوتنا ومعلمنا محمد رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتسابا. فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذك له كتابا. مدحت المالكين فزدت قدرا فحين مدحتك اقتدت السحابا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه صلاة تفتح لنا بها يا ربنا أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. فأنت مولانا وأنت نعم المولى ونعم النصير. وبعد، فأوصيكم بتقوى الله عز وجل فهي رأس كل أمر وهي خير الزاد. قال فيها ربنا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ثم أما بعد، فقد توقفنا في اللقاء السابق وتكلمنا حول كلمة الكفر أو كلمة السحر، وقلنا بأن الساحر قد كفر بسحره، ومن يتعلم السحر فقد تعلم الكفر والعياذ بالله. وذكرنا بعضا من طرق العلاج أو الرقية الشرعية لعلاج هذه المصيبة. واليوم تعالوا بنا نقف حول آية. هذه الآية تذكرنا بالرجوع إلى الله عز وجل. هذه الآية تذكرنا بالاستغفار. هذه الآية هي قول الله عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. يعني إيه الآية دي؟ يعني أنا لو قرأت هذه الآية قد أظن في نفسي بأن اللغة العربية صعبة، لا أفهم مراد هذه الآية، أو حتى إن فهمت مراد هذه الآية ظننت في نفسي أن هذه الآية تمر مرور الكرام مثلها مثل باقي الآيات. لكن هذه الآية خطرة في معناها، قوية في مرادها. لو تأملناها وتدبرناها من باب قول الله أفلا يتدبرون القرآن لوجدنا بأن هذه الآية لها وقع كبير في قلب كل مسلم. هذه الآية باختصار هي محادثة بين ربنا سبحانه وتعالى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم، يعني ما كان الله منزل العذاب على أصحابك يا محمد أو على القوم
أو على الكرة الأرضية بأكملها ما دمت أنت فيهم. ليه؟ لأن هذا العذاب نقمة، والنبي صلى الله عليه وسلم وجوده على الأرض رحمة، فكيف ينزل النقمة في وقت وجود الرحمة؟ إذا كانت الرحمة حلت بالأرض وموجودة على الأرض متمثلة في شخص العظيم الرسول الكريم الحبيب سيدنا محمد، فلا يوجد مكان للنقمة على هذه الأرض قط. فالله سبحانه وتعالى لا يعذبهم، لن ينزل لهم مصيبة ولا ينزل عليهم غلاء ولا ينزل لهم عذابا ولا أي وباء ولا أمراض قط، لأنك أنت يا محمد باختصار فيهم، لأن مكانتك عالية، ولأجلك أنت يا محمد سأرحمهم بوجودك معهم في الأرض. لذلك كان الصحابة وقتها مطمئنون. لماذا؟ لأن الله عز وجل لن يسخط عليهم لوجود حبيبه معه، لأن الله عز وجل لن ينزل عليهم السخط قط بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، بعد أن توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أيضا الله سبحانه وتعالى قال لنا جميعا، احنا بقى بعد وفاة النبي احنا أحباب النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل أيضا لن أنزل عليكم السخط، لن أنزل عليكم النقمة، لن أنزل عليكم العذاب، ولكن بشرط واحد، أن تلزموا وتلتزموا الاستغفار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وأنت في وسطهم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم قال الله وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ليه؟ لأنه قد يسأل سائل ويقول ماذا نفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعلم بأن الاستغفار يحل محل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حاجة بسيطة، كلمة أستغفر الله، هذه الكلمة لها وقع كبير عند الله عز وجل، ولها مكانة كبيرة عند الله عز وجل. بهذه الكلمة يرضى الله عز وجل عليه، وبهذه الكلمة يغفر الله عز وجل لك كل ذنبك، وبهذه الكلمة يرسل الله عز وجل لك الأموال، وبهذه الكلمة يعطيك الله عز وجل ما تشاء من الأولاد، وبهذه الكلمة ينزل الله عز وجل لك رزقك من السماء ويخرجه لك من الأرض، وبهذه الكلمة يبدل الله عز وجل لك من سيئاتك حسنات. فهذه الكلمة هي أمر كل الأنبياء لأقوامهم، وهذه الكلمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. لذلك الله عز وجل يقول حكاية عن سيدنا صالح عليه السلام وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. مطلوب منكم إيه بقى؟ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. فكان هذا هو أمر نبي الله صالح، وهو أمر الأنبياء جميعا إلى أقوامهم، أنهم يأمرون قومهم بالاستغفار. يا قوم استغفروا الله ثم توبوا إليه، واستغفروا الله ثم توبوا إليه. استغفروا الله عز وجل في كل وقت وحين. لذلك ختم الله عز وجل أنبياءه بنبينا صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لنا توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه وأستغفره في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على الاستغفار. فكان سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه، اللي عايز يعرف صيغة استغفار النبي صلى الله عليه وسلم،
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس 100 مرة أن يقول: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فكانت هذه صيغة استغفار من صيغ استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول في اليوم أكثر من 100 مرة: اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعده بأنه سيد الاستغفار. هذا الدعاء هو سيد الاستغفار، من قاله في الصباح لا يزال بينه وبين الجنة إلا الموت، ومن قاله في المساء ما يكون بينه وبين الجنة إلا الموت. هذا هو سيد الاستغفار الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلت بالاستغفار الله عز وجل يرسل السماء علينا مدرارا. لذلك سيدنا الحسن البصري رحمه الله لما جاءه رجل يشكو إليه الجدب والقحط فقال له سيدنا الحسن: استغفر الله. فذهب الرجل ثم جاءه رجل آخر يشكو إليه قلة الماء فقال له الحسن البصري: قل استغفر الله. ثم جاءه آخر يشكو له قلة الولد فقال له الحسن البصري: قل استغفر الله. فلما سمعه بعض أصحابه يقول هذا العلاج قالوا له: يا إمام، لماذا تقول لهم العلاج الوحيد هذا، قولة أو مقولة استغفر الله؟ فقال: أما قرأتم قول الله عز وجل في سورة نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. عباد الله، البر لا يبلى والذنب لا ينسى والدين لا يموت، افعل ما شئت فكما تدين تدان، أو كما قال: استغفر الله العظيم يغفر. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمد الشاكرين ونتوب إليه توبة المنيبين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربنا إلى الثقلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فجعله الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبعد، فربنا سبحانه وتعالى يخاطب حبيبه صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني. اسمع لهذا الحديث من كلام الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يا ابن آدم لو ملأت ذنوبك عنان السماء
ثم استغفرتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو لقيتني لا تشرك بي شيئا، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول لك أنت يا ابن آدم مهما فعلت من الذنوب ومهما فعلت من المعاصي ثم لقيتني ثم استغفرتني غفرت لك كل ذنبك ما عدا الشرك بالله عز وجل، فهذا الذنب لن يغفره الله عز وجل. ولو أن إنسانا مثلا ظل ليله يعصي الله عز وجل، ثم بعد كل هذا العصيان أراد أن يتوب إلى الله عز وجل. أنا عايز أوضح المسألة دي في عجالة بسيطة. ظل طيلة ليله يعصي الله عز وجل، ثم قال إن الله يغفر الذنوب، أستغفر الله يا رب سامحني وتب علي من هذا الذنب، ثم نام. يعني ظل حوالي ساعتان أو 3 أو 4 عصيان، ثم بسرعة بسيطة واستقدر على نفسه في 3 ثواني قال أستغفر الله يا رب سامحني وتب علي. أنا أرى في نفسي بأنك أنت أيها المسلم ظللت تعصي الله عز وجل كل هذه المدة، ثم تريد من الله عز وجل أن يغفر لك هذه الكلمة ببساطة شديدة. التوبة ليست كما يفهم البعض، بل إن الاستغفار هذا لابد أن يكون له ندم، لابد أن يكون له إقلاع. ما ينفعش أن أنت تقول أستغفر الله عن هذا الذنب ثم قلبك ما زال متعلقا بهذا الذنب، فكيف يغفر لك هذا الذنب؟ تريد أن يغفره الله عز وجل وقلبك متعلقا به. قد يتكلم البعض ويقول أنا أقلعت وندمت، ولكنني أخشى أن أعود إلى نفس هذا الذنب مرة أخرى. قضية العودة ليست بيدك، المهم هو أن تقلع، المهم هو أن تعزم. لكن إذا عدت إلى هذا الأمر اعلم بأن الله عز وجل سيتوب عليك، سيغفر لك. أريد أن أوضح بأننا أيها المسلمون جميعا أعطينا لأنفسنا مدة 4 أو 5 ساعات عصيان، فأعطي لنفسك أقلها ساعة واحدة ندم واستغفار، لا أن تقول ببساطة هذه الكلمة ثم تظن في نفسك أنك ملاك. خلاص أنا بقيت في منزلة الملائكة لأنني بعد هذا الذنب خلاص تبت لربنا سبحانه وتعالى. لابد أن تطبق هذه التوبة، لأن تجلس وتقول أستغفر الله ثم ينتهي هذا الأمر. الأمر الذي بعد هذا لابد أن تصر على الاستغفار في اليوم. امسك سبحة واستغفر الله عز وجل. امسك سبحة لمن يقول عن السبحة بأنها بدعة، إلا أنها نعمة هذه البدعة. فأنا معي السبحة أو المسبحة، في مسبحة إلكترونية كمان موجودة ممكن نمسكها. هذه الأمور تساعدك على أن تستغفر الله عز وجل. والله أنا كشخصي لو لم أمسك هذه السبحة ما أتذكر الاستغفار في اليوم، وما دمت ماسكها في يدي فإنني دائما أستغفر الله عز وجل. لذلك املأ وقت فراغك بالاستغفار، املأ وقت فراغك بترداد أستغفر الله، حتى يعتاد لسانك عن هذه المقولة. الأنبياء نفسهم والصالحون نفسهم كانوا يستغفرون الله عز وجل. لذلك الله عز وجل قال ربنا ظلمنا أنفسنا، سيدنا آدم والسيدة حواء زوجته، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سيدنا موسى عليه السلام نبي وبرغم هذا يستغفر الله. قال رب إني ظلمت نفسي لما قتل أو وكز الرجل الذي من بني إسرائيل فقضى عليه قال ربي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له
إنه هو الغفور الرحيم. والاستغفار لا يحتاج إلى ذنب حتى تستغفر الله عز وجل. يعني لا يشترط إن أنا يعني لازم أعمل الذنب علشان أستغفر ربنا سبحانه وتعالى، لا، بل إن الاستغفار يكون بعد الذنب وبعد أي أمر، حتى بعد فعل الخير، حتى أنك تستغفر الله عز وجل بعد العبادات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد كل صلاة 3: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها بعد كل صلاة، حتى أنه إذا حدث لك خلل في صلاة يغفر الله عز وجل لك هذا الخلل بسبب هذا الاستغفار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل مجلس يجلسه مع أصحابه يقول دعاء تكفير الذنوب في المجلس، وهو: سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى أنه لو حدث لك أي خلل في المجلس يغفر الله عز وجل لك خللك بسبب هذا الدعاء. فداوم على هذا الاستغفار في الصباح وفي المساء وفي كل وقت وكل حين حتى يغفر الله عز وجل لك ذنبك. وحتى أنه ورد حديث، وإن كان هذا الحديث فيه ضعف لكنه يعمل به من باب فضائل الأعمال، أن من رحمة الله عز وجل في أن ملك الحسنات بعد كل حسنة تفعلها يكتب لك حسنتك مضاعفة على الفور. أما ملك السيئات الموكل بكتابة السيئات ينتظر فترة تقدر بحوالي 6 ساعات فلا يكتب السيئة وينتظر العبد. يقول ربما يستغفر الله عز وجل، فإن استغفر الله عز وجل فإن الله يبدل سيئاته حسنات. فهذا من رحمة الله عز وجل. فإذا هممت بأي أمر حسن كان أو سيئا فاستغفر الله عز وجل. لا يشترط أن يكون هذا الأمر سيئا حتى تتذكر الله عز وجل. فالاستغفار هو ذكر الله عز وجل، هو أنك دائما تذكر الله عز وجل، هو أنك دائما تقول لربك بأنك مقصر، بأنك ظالم لنفسك. فإذا هممت إلى أي معصية فالحقها وأتبعها بالاستغفار، فإن الاستغفار يغفر الذنوب جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على أعدائنا. اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأقم الصلاة.